من فترة كده كنت لسه مخلص كلية، وطبيعي زي أي حد بيخلص كلية بيبدأ إن هو يدور على شغل. أي شغل حرفيا موجود قدامه في مجاله، أو على الأقل قريب من الحاجة اللي هو بيعملها. فأنا أصلا في تراك داتا أناليسيس، فكنت بدور على أي حاجة ليها علاقة بالمجال ده أو في المجال ده بالذات. كنت طبعا بقدم على أي شغل ليا فرصة إن أنا أتقبل فيه أو لأ، سواء بقى في مصر، في السعودية، بره. كنت على طول بخش على أمريكا بشوف إيه الشغل الريموتلي اللي موجود بقى في المجال أو ليه علاقة حتى، وابدا ان انا اقدم عليه. لحد ما صدف في مره ان في ميل بعت لي ان انا اتقبلت في شغل داتا انتري في امريكا، كان ريموتلي طبعا. حرفيا من كتر الواحد بجد ما كان بيقدم، فالواحد اصلا بينسى هو مقدم على ايه بجد. فدخلت على الميل طبعا، شفت الديسكريبشن بتاع الشغل هعمل فيه ايه. هو عباره عن داتا انتري بس، وفليكسبل اورز. وقت ما انت تعوز تشتغل بتشتغل، بيبقى ليك حوالي بتاع 40 ساعه كده في الاسبوع، بس انت بتشتغلهم وقت ما بتكون فاضي. المهم ان انت ما تقلش عن 40 ساعه في الاسبوع، وطول ما انت بتعرف تزود بتزود. والشغل طبعا امريكا فهتتحسب بالدولار، وكان حساب الساعة يعني كان مجزي جدا. فطبيعي بما اني قاعد والشغل كويس ومرتبه حلو، فهبدأ ان انا اشوف يعني هم طالبين مني ايه. بدأ في الاول يشرحوا لي الشغل هيبقى ماشي ازاي. طبعا ده كله عبارة عن ميلات، يبعتوا لي ميلات وانا ارد عليهم بميلات. كان في الاول بيشرحوا لي الدنيا هتمشي ازاي، انت هتحتاج ايه. كان كل اللي مطلوب في الاول ان انت يكون معاك كمبيوتر وانترنت بس. بعد ما ترد عليهم ان انت موافق، بيبداوا ان هم يبعتوا لك شويه تاسكات كده تحلها. بعدها يبعتوا لك حاجه زي كده فورم، انت المفروض ان انت بتمضي عليها وتبعتها. حاجه زي كده يعني، انا بعت لك ورقه على النت، انت بس بتمضي عليها وتبعتها، حاجه يعني صوريه كده. طبعا انا ما مضيتش على حاجه ولا عملت اي حاجه لحد ما اشوف اخر الموضوع ده فعلا ايه. بعد ما خلصت التاسكات وسلمتها، جت اخر حاجه بقى اللي خلتني اشك في الموضوع ده، ان انت لو ما عندكش كمبيوتر تشتغل عليه، هم هيبعتوا لك فلوس في اول اسبوع. بعد طبعا ما تمضي العقود والحاجات دي وتبعت لهم البيانات بتاع الحساب البنكي اللي هو بتاع التحويل، بعدها هيبدأوا ان هم يبعتوا لك مبلغ محترم. حرفيا كان مبلغ كبير جدا عشان تشتري بيه جهاز. وكمان هيبعتوه معاه الحساب بتاعك بتاع اول اسبوع. لو انت كنت اشتغلت ازيد من الحساب بتاع الساعات ده كانوا هيبعتوا لك يعني. بس هو بالمختصر كانوا هيبعتوا مبلغ، يعني مبلغ كبير قوي، مبلغ اصلا ما حدش يصدقه. فطبعا بعد ما قالوا الكلمتين دول يعني انا كبرت دماغي، لان هو مش منطقي خالص. انا واحد لسه اصلا يعني ما تعرفوش عني حاجه، وكل اللي انا عملته بس سلمت شويه تاسكات، وهتقوموا باعتين المبلغ ده. طب هتبعتوه بره ازاي؟ او يعني ازاي اصلا؟ طب فرض ان انا اللي اصلا اللي طلعت نصاب وخدت الفلوس ومشيت. فالموضوع ما كانش منطقي خالص، ولا اصلا يخش الدماغ. فقمت فاكس له، عشان يجي بعدها بكام يوم كده وانا بقلب على التيك توك وبتفرج على الفيديوهات، يجي قدامي فيديو الراجل اللي هو هو واحد عايش في امريكا كده، اللي هو بيقول لك على حسب الولايه. ده اكيد يعني حد سمعه في مره قبل كده. هو كان اصلا وقتها طالع ترند، وكان بيظهر لي ليه فيديوهات كتير. فكان من ضمن الفيديوهات دي ان هو بيتكلم على تجربه ليه اول لما راح امريكا، واول شغل بقى كان هيبدا يمسكه. فكان بيحكي كل اللي حصل له. فبدا ان هو يتكلم ان في ناس كلمته كان على بوزيشن تاني، ما كانش نفس البوزيشن. بداوا ان هم يقولوا له هتشتغل كذا كذا ريموتلي برضه، وهيبعتوا له مبلغ وفلوس ومش عارف ايه، وكان سعر الساعه مجزي جدا، وكل الكلام ده كله حصل معاه برضه. بس في الاخر هو بعت لهم الحساب البنكي بتاعه، والمفروض ان هم هيحولوا له المبلغ ده عليه. بعد ما خلاص بقى اتفقوا على كل حاجه، المفروض ان هم هيبعتوا له فلوس برضه يشتري بيها جهاز او مش عارف. دي كانت زي بدايه تعارف كده. فالمفروض ان هم يبعتوا الفلوس دي على الحساب بتاعه. فيصادف بقى ان الليمت اصلا بتاع التحويل بتاع الحسابات البنكيه هناك كده، لو انت لسه رايح بيبقى ليها ليميت معين، ما ينفعش ان انت تحول ازيد من رقم معين. وهم برضو كانوا حاطين رقم غبي، فطبعا ما قدروش ان هم يحولوا المبلغ ده. وبدل ما هم مثلا يقولوا لا ده احنا هنبدأ شغل دلوقتي، او يقولوا اي حاجة فعلا تكون منطقية، قالوا له انت دلوقتي احنا مش هنقدر نحول لك الفلوس، ممكن انت تشتري الجهاز ده من على حسابك، وبعد كده اما نبدأ شغل احنا هنبدأ ان احنا نرجع لك الفلوس دي. فطبعا الموضوع برضو ما كانش منطقي خالص، والراجل يعني ما عملش كده. واتضح اصلا ان هم كانوا باعتين له لينك عشان يشتري منه البي سي. يعني كل الحوار ده اصلا كله ان هم عاملين بوزيشن وشغل وانترفيو واسسمنت بقى والقصة دي كلها، عشان هم بيعملوا دعاية لمنتج. يعني شوف اللفة دي كلها عشان هما بيعملوا دعاية لحاجة. هما بقى ولا في شغل ولا في أي حاجة، هما بيقوموا لافين عليك اللفة دي كلها عشان في الآخر يقول لك مثلا المبلغ ده مش هيتحول لك دلوقتي، معلش احنا هنبعت لك لينك وليكن مثلا عليه خصومات معينة، أو اللينك ده اللي الشركة بتتعامل معاه، خش عليه اشتري مثلا الجهاز ده، وهيقولوا لك مثلا على حاجة معينة تشتريها. بعد ما تشتريها خلاص يا باشا البس انت بقى.
هي اول حاجه هتبقى معاك وانت اللي هتبقى شاريها وكل حاجه، بس انت اصلا كنت مقدم على شغل، يعني انت فاهم انت كنت فين ورحت فين. فالموضوع هو يعتبر طريقه تسويق جديده وبعيده قوي، يعني حاجه كده مش منطقيه خالص ان انت تلف على حد اللفه دي كلها بقى وشغل وقصه، عشان في الاخر تقوم باعت له خد اللينك ده معلش اشتري الحاجه دي. يعني حاجه غير منطقيه خالص. فالمهم بعد ما خلاص سمعت الفيديو، كان نفس اللي حصل مع الراجل ده هو اللي حصل معايا اللي حكيته لك في اول الفيديو. فكان نفس كل حاجه حرفيا، وحتى يعتبر المبلغ يعني كان قريب من بعض او يعتبر هو. فقلت ساعتها الحمد لله ان انا ما كملتش اصلا، وانا ما كنتش هتضر في حاجه، لان يعني غالبا ساعتها ما كانش ينفع ان حد يحول من بره المبلغ ده او لحد دلوقتي غالبا. يعني كنت في الاخر هيتبعت لي لينك بقى ويتحرق دمي وهتبقى حاجه يعني رخمه. فالحمد لله انا ما كملتش في الموضوع من الاول. والمقصد بقى من الفيديو ده كله ان انتوا تاخدوا بالكم اصلا من اي حاجه بتعملوها على النت. مش اي حد يقول لكم مثلا يعني تعال قدم على شغل ومش عارف ايه، وفي الاخر يبعت لك لينك تقوم شاري منه. خلي بالك يعني بجد، دي اغرب لفة واغرب نصبايا. هي ما تعتبرش نصبايا رسمي، بس اغرب حاجة ممكن اكون شفتها على النت. ان انت يعني تعمل شغل وتنزل بقى ناس ومش عارف عامل صفحة على لينكد ان، يعني الشغل اللي انا كنت بقدم عليه ده ليه بيج على لينكد ان وحوار. في الاخر يا باشا خد اللينك بس اشتري لي شوية حاجات. يعني حاجة غريبة قوي يا جماعة، يعني سبحان الله. شوف الواحد الدنيا وصلت لفين. سلام.